عيد مبارك على حضراتكم، وكل سنه واحنا طيبين وبخير دايما يا رب، ويا رب الايام اللي كده تعدي على خير، علشان دي تبقى فتره حرجه جدا بالنسبه للبنات والولاد، لان بنقول عليها فتره انتكاسات الاعياد. ليه بنقول عليها فتره انتكاسات الاعياد؟ عشان الناس كلها بتبقى ثابته وممكن ما تشربش او تجرب اي حاجه، بالذات خلال فترات شهر رمضان. فبنيجي ليله الوقفه بقى الشباب بتبتدي بينها وبين بعضها بدواخل الهزار والضحك والمرح، وبعدين بتتحول بعد كده بقى مأساة للأسف. والمصحات والعيادات في الأيام دي بتتملي عدد من الناس بسبب الانتكاسات المفاجئة. يعني احنا كنا حابسين نفسنا طول الشهر وما بنشربش حاجة وما فيش أي حاجة، النهارده عيد والنهارده الوقفة وبنجرب والدنيا لذيذة والدنيا كويسة، وفجأة للأسف الشديد بتقلب كارثة وندخل في مراحل علاجية وتأهيل، والموضوع بيطول وبيبقى مؤذي نفسيا فعلا. فاللي منا شاف تجربه زي كده في البيت او حس بحاجه زي دي، يا ريت ما يترددش ابدا في طلب المساعده، وان هو يراجع مختص او يراجع عياده او